لو طالع اجازه وحابب يتبعت اوتو ريبلاي لكل الناس اللي بتبعت لك ايميلات، فركز معايا عشان نعرف هي بتضاف منين. بكل بساطه بنضغط على الجير ايكون الموجوده فوق على اليمين، ومن الاكونتس بنختار اوتوماتيك ريبلايز. طبعا للاسف الايميل الشخصي غير داعم الامر ده، فانا هختار الايميل الخاص بجهه العمل. فظهرت معايا التفاصيل الخاصه بالاوتوماتيك ريبلاي او الريبلايز اللي انا حابب اضيفها. بكل بساطه بفعلها، وتحت بختار الفترة الزمنية اللي أنا حابب يتبعت فيها الأوتو ريبلاي ده. وليكن مثلا أنا أجازتي هتبدأ من 1 مايو لحد يوم 7 مايو. تمام، بحدد التوقيت، لا أنا محتاجها من يوم 1 مايو، من أول ساعات العمل وليكن مثلا الساعة 8 صباحا، وتنتهي معايا يوم 7 مايو الساعة 5 المغرب. كده خلاص انا حددت الموعد اللي هيتبعت فيه الاوتو ريبلاي بتاعي. فممكن اضغط على بلوك ماي كالندر فور ذس بيريود علشان محدش يضيفني في اي اجتماعات او يطلب مني اي حاجه. فبمجرد ما يختار اسمي يكتشف ان انا اوريدي في الوقت ده مشغول. وممكن احدد كمان ان هو يديكلاين، يرفض كل الانفيتيشنز لاي ايفنت انا هادعى عليه. وكمان يكنسل لي كل الميتنجز خلال الفترة دي لو انا اوريدي عندي ميتنجز خلال الفترة اللي انا طالع فيها الاجازة. تحت بكتب المسج بتاعتي اللي انا عايز يترد بيها على الناس دي. I'm currently out of office till 7th of May 2026. Please refer to. وبكتب اسم الشخص اللي انا حاببهم يرجعوا له، اللي انا هكون عامل له ديليجيشن خلال الفترة دي. ممكن انسق الخط، اللون، الحجم، كل التفاصيل اللي احنا عارفينها، وبنقدر نضيفها في كل الايميلات بتاعتي بشكل طبيعي. طيب، في فوق دي لو جينا ركزنا هنلاقيها send automatic replies include inside your organization. دي الرسالة اللي هتتبعت لكل الناس اللي عندي في جهة عملي. نفس الامر هختارها للناس الخارج جهة عملي. وممكن كمان احدد send replies only to my contacts للناس اللي اوريدي ان انا مسجل بياناتهم عندي. لا انا مش هسلكت ده، لان انا اي حد عايزه يبعت لي ايميلات inside or outside my organization عايزه يبعت له الاوتوماتيك ريبلاي ده. سيف. خلاص كده انا سيفت الاوتوماتيك ريبلاي بتاعي. اي حد هيبعت لي ايميل خلال المدة الزمنية دي هيتبعت له الرد ده، فيبقى عارف ان انا مش متاح للرد عليه.